لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 972 لواني كاين تفسير قرآني في رزبين وخزمتان ومبست رزامدي رب العالمين وهوادان مئوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. والله خوش ويستان وكل واني رابط الله خزمة وآتي شماري يكبوين لسورة التوبة كلا سرت هذا رب العالمين إعلان كركوا تبرادك بخوي ببيغمبرك صلى الله عليه وسلم لو أحد بيماناني كوالق المشركين كلا إنزا لو آتي دوامدا خواهي قولا سار مانگ مهلت بمشركة كان دا أواني كوا أحد بيماني هاني هي لدواي أو أحد بيمانا لدواي أو سار مانگا يتر أحد أمان لبويا نامينه. وكل تفسير الرازي دا فرمي المقصود من قوله تعالى فسيحوا في الأرض 4 أشهر ما بس لو آتك دي حتى سار مانگا لسروي زيو بصورينوا دا فرمي تنشتيشي لوردجري كميان أن يتفكروا لأنفسهم ويحتاطوا في هذا الأمر لخلال أو تسار مانگا أو مهلتك في عند دري بيرق لخوان بكانوا احتياطك وربقرن باش أو تسار مانگا وأنا أمان نامن لبويان. والثاني لئلا ينسب المسلمون إلى نكث العهد كواتا تاوكو أجر دمو دست خواهي سبحانه وتعالى كإعلان دك عهد بيمان نما دمو دست هجوميان بكريت السري لو حالتا لوانية أو بدريت تفال المسلمانان كوا عهد بيمان نا بارز بلا بتسار ماق احتياط ديان دريته. ولخالصهم أراد الله أراد الله أن يعم جميع المشركين بالجهاد فعمم الكل بالبراءة كواتا خواهي سبحانه وتعالى لخلالي أو مهلتك بيان دا خواهي سبحانه وتعالى إعلاني دكا كوا همو مشركة كان لدواي أو تسار مانغا إيتر معرزن كوا جهاديان لقل بكري لدجيان بكري لو هر هموشيان خواهي فعمم الكل بالبراءة خواهي سبحانه وتعالى تبرأي لعهد بيماني هميان كرد وأجلهم 4 أشهر تسار مانغ مهلتيان داته وذلك لقوة الإسلام. طبعا أو كاتك وآتان دابزي دولة إسلام بقيادي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لو بري قوته دا صلاة دابو وتخويف الكفار ولبو ترساندني كافرا ولا يصح ذلك إلا بنقض العهود إتر دبي أو واحد بيمانانا كوتاي في بيو بلا مهلة تشان لو دادني أو زال دواي أو هر كافر ومشركك كوا لأمان داناجية دبي علاجة لخويبك. لخالد سالم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج في السنة الآتية فأمر بإظهار هذه البراءة لئلا يشاهد العراء كواتا لدواي دابزين أو سورة يتل پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمان بأبو بكر كخوالي رازيبي كقيادة مسلمانام كالبو حج إمام علي دنيري خوالي رازيبي كوا إعلاني أو براءة بكو إعلاني بكن بيكوا لوين دركوا لبو صالي داهاتو بهيج شويق نابي كساني مشرك بين طواف بكن لدور بري كعبة كوا بروتيه داهاتن طوافيان ذكر إتر پیغمبر صلى الله عليه وسلم لبو صالي دواتري دسيتن حزدك تاوكو مشركة كان لوين دري نبيني وبو قباحتي كوا ديان كرد.
وكو أبي سعود دل إيثار صيغة الأمر في قوله فسيحوا في الأمر فسيحوا في الأرض كاتك وخواي قول بصيغي فعل أمر فرموت فسيحوا في الأرض دي بصرين ولا صروا زبي مع تسني إفادة ذلك المعنى بطريق الإخبار أيضا دشكرا يعني أين همان ما نام بيراب جيندري بطريقة الإخبار يعني كأن يقال مثلا فلكم أن تسيحوا أو نحو ذلك لبو تانهي يتربصرين ولو صار مانقا بلان واي نفرمو بلكو بصيغة أمر فرم فسيحوا في الأرض لبس بصيغة أمر فرمو طبعا هموش ما دزاين ليلة صيغة أمر معناه أولية كوا إلا هدي بصرين بلكو لبو إباحة لبو تانهي بصرين بلام بصيغة أمرش فرموتي لإظهار كمال القوة والغلبة تاوكول لمنطق قوته لمنطق قوته أو فري منطق قوته كوا خوي بصيغة أمر دفرمي وعدم الاكتراث لهم ولاستعدادهم ومعنى أوجد بخشي كوا أو جهة كوا الله تعالى تولى إذا كوا جهة بيغمبر صلى الله عليه وسلم لقى المسلمانان بهيج شيء حساب لمو مشركة كان ناكا دي لو تسال مانجي كو استعداد خوتنا وردقن وري بقرن فقال ذلك فكأن ذلك أمر مطلوب منهم كوا كأنما بأمر دفرمي فسيحوا في الأرض تصدق كان لو تسال مانجا بصورنا استعداد وري بقرن خوخر كنوا تلاتو أو تسار مانجا عهد بيمان وأمان لبوتا نامينه وكوتمان بدر خستني منطقي قوته وحسابنا كردنا لبو مقابلك تسيل دستان دي بيكن ثم أنذر المعاهدين في مدة عهدهم أنهم وإن كانوا آمنين بلام لقال أوش أقل لو تسار مانجا بلا أمينا لو يكوا مسلمانان إعلان قتال تان لسرناكن بلام لقال أوش واعلموا أنكم غير معجز الله بزانا أنقول لدى صلاة الله تعالى درناتا أقرت سي لأمانيش لو يكوا مسلمان على أن حربتنا لسناكا بلام لو تسار مانقش لدى صلاة الله تعالى درناسا وكل محرد له واعلموا أيها المشركون أنكم إن اخترتم الاستمرار على الكفر في مدة عهدكم وأنتم آمنون في أمن المسلمين كاتبزان أي مشركين أجر لو تسار مانقش كوا أمين لو مسلمانان هجوم كنسرتان لو تسار مانقش أجر هر كفر هل بجيرنو بردوام لسر كفركي بزانا غير فائتين من عقاب الله إن أراده بكم لو تسار مانقر راست أمين لدست مسلمان قتالنا كان لقلتان بلام أجر أنقوش لو تسار مانقي ولدواي أوش أوي هالبجين هاد بردوام لسر كفركي خوتان لو تسار مانقش أمينين لعذاب خواهي سبحانه وتعالى أجر بيه لبتان بنيري فأنتم على أرضه وفي سلطانه وتحت قدرته بزانا أنقو هل لسر زوي خوادجين لجير دا صلاة خوادجين لجير قدرته تواناي خوادجين فبادروا بالتوبة حتى زوا توبة كان باشترا وكو بقاعج دلي لما كان الإسلام قد ظهر بعد أن كان خفيا وكتمان لا أواخيري سورة كان كدابزي وكاتكوا دولة إسلام بقيادة في أمس وصم لو برقوا ودا لما كان الإسلام قد ظهر بعد أن كان خفيا كاتكوا واتان دابزي لكاتك دا إسلام بديار كوتي وآشكرابوا لكاتك دا كوا زمانيش بسرداروي كوا بشاراوي كاري دكر وقوي بعد أن كان ضعيفا بهزبوا لدوائي لو كاتك لكاتكان كوا لا وازبوا افتتح تعالى وعظهم بالكلمة التي تقال أولا لمن يراد تقريع سمع وإيقاظ قلب وتنبيهه على أن ما بعدها أمر مهم ينبغي مزيد الاعتناء به كواتا خواهي سبحانه وتعالى بو كلمة اسمه وعلموا أنكم غير معجز الله كواتا بشيويك خواهي سرنزان رادة شيشي كوا آقادار بن وضع قورايا أو إسلامتك أنقوش شرطان بيدا فروش أو إسلامتك كوان نهينيبو استا آشكراي وخاوان دولته خاوان هيزو دا صلاة بزانن أنقوش لدا صلاة خواهي قول درناسا وأن الله مخزي الكافرين وأن الله مخزي الكافرين بالتأكيد بزان الله تعالى كافر كان رسوادك وكل تفسير قاسم دي أي مذلهم بالقتل في الدنيا والعذاب في الآخرة
تەخوای گەورە کەسانێکی کافر ڕیسوا دەکا بۆی کەوا لە دنیاشدا دەکوژرێن لە ئاخرەتیشدا سزا دەدرێن معڕەزن لە دنیاشدا بکوژرێن و لە ئاخرەتیش لە بۆ عەزابی خوا سبحانه وتعالى وەکو لە تەفسیر محەڕەریش دەفەرمی فيه ضمان من الله عز وجل بنصره المؤمنين على الكافرين كاتكوا الله تعالى بەو شێوەی هەڕەشە لە کافرەکان دەکاتن لە مقابلدا ئەوە زەمانەتەکە لەلایەن الله تعالىوە لە بۆ ئیمانداران کەوا بەسەریان دێخی بەسەر کافران لێ دەفەرمێن الله مخزي الكافرين لە دنیادا بەدەستی مسلمانان خوای گەورە کافران ڕیسوا دەکا وەکو ئەبی سعودیش دەڵێ وأن الله مخزي الكافرين فيه وضع الاسم الجليل موضع المضمر حيث لم يقل وأنه كاتب وأن الله مخزي الكافرين نيفرم وأنه مخزي الكافرين ديسان لفظ الله تعالى بديار ديخيته لكاتك داكوا بيشتريش فرموي بو واعلموا أنكم غير معجز الله لدواي أوا نافرم وأنه مخزي الكافرين وأن الله ديسان تأكيد دكاتو الله تعالى كوارثواتان دكا لبرتي بدياري خستو ضمير بكارنا هنا لتربية المهابة وتهويل أمر الإخزاء وهو الإذلال بما فيه فضيحة وعار كواتا كاتكوا لفظ الله تعالى سبحانه وتعالى دوباره دبيتوا لبوي كوا لمقابل دا لفظ الله هيبته زوري هيو أو قضية للآن الله وبريار دلا سبحانه وتعالى كوا رسواتان بكا مخزي الكافرين دلا إخزاء كشكوا الإذلال بما فيه فضيحة وعار وتبوشي وي زليل تاندكا كوا توشي عيب داري دبن توشي حياتون دبن لقلدا وإيثار الإظهار على الإضمار أيضا في قول مخزي الكافرين وهروها كاتكوا لمقابل دعيني تفرمي وأن الله مخزي الكافرين نيفرموا أن الله مخزيكم ديسان ضميري بكار نهنا لبوانيش بل كل بوانيش صفتي كفر كياني باسكر كوا الله تعالى شيء رسوا ذكا كافر كان رسوا ذكا أوش بها ماشي دفرمي لبر أوي لذمهم بالكفر بعد وصفهم بالإشراك فاتل لبيشوتر بس شرك يعني كله رجدا وصف عندك هم مشركا هم كافريشا والإشعار بأن علة الإخزاء هي كفرهم تاوكو مقابل اشتاب جيني لبرتسي خواي جور الرسول عندك علة كيتيا لبري وانا كسانش كافرا بل وزال تفسير سعد ضلي فكان هذا مما يجلبهم إلى الدخول في الإسلام براستي أو تهديد إخوائي جور سبحانه وتعالى ما هي أويكوا مما يجلبهم إلى الدخول في الإسلام بيش تبيرك لأخوان بكنوا بيبتماي أويكوا بترسينو بسنا ناو دائري إيمان وإسلام مسلمانية إخواني إعلان بكن إلا من عاند وأصر ولم يبال بوعيد الله له لا مگر کەسێک زۆر عناد بی زۆر مصر بی لەسەر کوفرەکەی خۆی و بە هیچ شێوەیەک ئەو هەموو هەڕەشەی خوای گەورە تەأسیری لێ نەکا اینجا لە دوای ئەوە خوای گەورە دەفەرمێ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله وهروها الله تعالى أذان واتب راي دقيني إعلان دكا الله تعالى وبيغمبركي صلى الله عليه وسلم اعلان دكن لبو خلشي لروجي حج الأكبر كوا الله تعالى بريء لمشرك كان وبيغمبركش بريء لمشرك كان فإن تبتم فهو خير لكم أجر توبة بكن أو تساكتر لبونغو وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله اگر توبه بکەن و بگەڕێنەوە مسلمان بن چاکترە بەڵام ئەگەر تەوەلا بکەن و بەردەوام بن لەسەر کوفرەکەی خۆتان فاعلموا بزان كأنكم غير معجز الله لدى صلاة الله تعالى درناسا وبشر الذين كفروا بعذاب أليم مجدبة كسانش كافر بدب عذابك بإيش وآزار وقت تفسير محرد أي وهذا إعلام من الله ورسول إلى جميع الناس مسلمهم وكافرهم وتعلانك لأن الله تعالى لأن پیغمبركي صلى الله عليه وسلم لبوه همو خلشي إعلان دكاو لبوه بهموان رادقيني بمسلمان وكافر
لسروجك يوم الحج الأكبر وأتى يوم النحر أو كروجي يكمل ججن قربانه بأن الله بريء من عهود المشركين ورسوله بريء منها كذلك. الله تعالى وبيغمبركي صلى الله عليه وسلم تبرى ذكا العهد بيمانا لقى المشركان. وأذان لوكل تفسير قاسمي هاتيا الأذان بمعنى الإيذان وهو الإعلام ديار يعني وأذان من الله ورسوله لأذان وهاتيا كما معنى إعلام دي وتبيان رابقينا من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وكل تفسير رازي دا ضلي كاتك دفن وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج أن الله بريء من المشركين ورسوله ليس تكرارا لقوله السابق كواتا أو آتا تكرارني لبو آتي كم كفر من براءة من الله ورسوله الذين عهدوا من المشركين لسان رويكو يكام أن المقصود من الكلام الأول الإخبار بثبوت البراءة كواتا لا آتي كم أو خبردانا كوا خواهي يقول تبراي كرد وبصيغة اسميش فرموها تبا ثابتي ببردوامي تبراي كل عادي مشركة كان. والمقصود من هذا الكلام إعلام جميع الناس بما حصل وثبت برام ليردا وتخلشي بها همي بزانا كخواهي يقول أوهاب رياردة لا خروية شديكا أن المراد من الكلام الأول البراءة من العهد ومن الكلام الثاني البراءة التي هي نقيض الموالاة الجارية مجرى الزجر والوعيد كواتلا آتي كام تنها إعلان كني براءة لو عهد بيمان كهيب لا لو آتي كوادو باريد كاتو هي نقيض الموالاة كواتا ليردا باز لشتك كوا عكسي موالاة عكسي عهد بيمانة لبوتسية مجرى الزجر والوعيد ليردا زياتر وكو سركونا كردنو وكو هرش كردنا. والذي يدل على حصول هذا الفرق أن في البراءة الأولى بريء إليهم وفي الثانية بريء منهم كواتلا آتيكم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم بريء إليهم بلام ليردا فرمي أن الله بريء من المشركين كواتا حتى صيغة كي قوري كواتا بشيوي كوا حيز عهد بيمانك لنيوان مسلمانانو لنيوان كافركان نامين إتر ديار التفسير أو آتش هشتاش تدن ما باسكم بلان توابوني كالدوستين بشتواني خواهي قول لواني داهتو دينو خزمتي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.